افضل 4 برامج مونتاج حاليا، مين اللي يكسب؟ البرامج دي 2 للموبايل و2 للكمبيوتر. النتيجه كانت غريبه المره دي، اخترنا افضل 4 برامج حاليا موجوده، واللي اي مونتير هتلاقيه بيستعمل واحد منهم على الاقل. نبدا من الاقل للافضل. رقم 4 معانا وهو كاب كات، برنامج مشهور بين صناع المحتوى غير شراكته الكتير مع منصات مختلفه زي تيك توك. برنامج خفيف وسهل، وكان الاكثر استخداما لحد ما اتعمل غلطه منهم ضيعت كل حاجه. قفلوا اغلب المميزات وخلوها مدفوعه، في حين ان غيرهم من المنافسين بيقدم نفس المميزات بشكل مجاني. بالعكس، ده فيه كمان ميزه اكتر، بس في ميزه الصراحه انه متاح على كل الاجهزه سواء بي سي او موبايل. فعشان كده ده رقم 4 معانا النهارده، واللي هياخد تقييم 4/10. رقم 3 معانا وهو برنامج VN، والمنافس الأقوى والأشرس لكاب كات. بيقدم كل حاجة حرفيا، مونتاج احترافي، افكتات، تنقلات، ومشاهد احترافية كتير، وفوق كل ده مجاني. بس في عيب، انه مش على أنظمة الويندوز، وموجود على أنظمة الماك فقط، وعشان كده هياخد تقييم 6.5/10. رقم 2 معانا واللي هيكون مفاجأة، بس قبل ما تعرف ايه هو ما تنساش اللايك والاشتراك وتعالى كمل. برنامج رقم 2 هو بريمير برو. غريبة مش كده؟ بريمير برو اللي اغلب المحترفين بيستعملوه، وله الاف الشروحات والكورسات المجانية. بس ليه مش افضل وليه مش رقم 1؟ لما هتيجي تبدأ في المونتاج وتحب تتعلم على الكمبيوتر، ده هيكون اول اوبشن في دماغك. بس هتلاقي مشكلة كبيرة، وهي ان البرنامج اصلا عشان تنزله هتدفع اشتراك اللي هو حوالي من 20 ل $30، اللي انت كواحد مبتدئ اصلا محتاج فلوس. انما لو انت وصلت لمستوى كويس والمونتاج بيدخل لك رقم حلو، خلاص مفيش مشكلة تستخدمه. انما هو مفيهوش غلطة، ده غير ترابط مع مجموعة ادوبي كلها. عشان كده هياخد تقييم 8.5/10. رقم 1 وهيكون، بس انزل اتوقع ايه هو في الكومنت الاول، يلا مستنيك. رقم 1 هو دافينشي ريزولف، وبرنامجي الشخصي القادم. ليه رقم 1؟ كل مميزات ادوبي بريمير وافتر افكت اتجمعت واتحطت في برنامج واحد، وفوق كل ده بشكل مجاني، غير قدرته العالية في التلوين. اغلبية افلام هوليوود معمولة بالبرنامج ده، هو برنامج سينمائي كده. عشان كده هياخد تقييم 10/10، وهو الافضل حاليا. وكمان لو عايز نسخة مدفوعة، فيه بتقدم بعض المميزات زي استعمال الذكاء الاصطناعي، بس النسخة دي تدفع كمان مرة واحدة مدى الحياة، على عكس بقية البرامج هي بتبقى كل شهر أو كل سنة. اكتب لي انت بقى ترتيبك للبرامج دي في كومنت تحت، عايز اشوف رأيك. وما تنساش الاشتراك واللايك الجميل.